السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهل السنة في كل مكان. ده كتاب فصل الخطاب، وده برضه كتاب فصل الخطاب. معرفتكش أنا كده يا عصام. طبعا الكتاب ده بيرد على الشبهات اللي بتثار حول فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللي أسهم إسهامات كبيرة في جمع القرآن الكريم وتبليغ هذا الدين. الكتاب التاني ده بقى بيتكلم عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. انتوا خليتوا فيها رب أرباب، انت بتقول لي إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. المهم الشيعي لما يجي يتكلم في مسألة علمية ويحسسك ان هو فاهم شوية، ما تعرفش تمسكه من حاجة، يفضل يلف ويدور. طيب يعني انت عاوز تقول ايه؟ القرآن محرف ولا مش محرف؟ يقولك هو محرف بس مش محرف. يعني محرف ازاي يا عم؟ يقولك هو مش محرف يعني لان هو كلام ربنا، وان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فهو مش محرف، لكنه يعني مش كامل. في قرآن تاني اللي هو مع المهدي. طيب تيجي تزنقه تقول له هو القرآن اللي مع المهدي ده قرآن جديد ولا ايه؟ يقولك ده بس يعني ملحق كده بالقرآن او تفسير للقرآن. طيب يا عم بس القرآن ده اللي جمعوا عمر وابو بكر وعثمان يعني، واللي انتوا بتكفروهم وبتخرجوهم من الاسلام. يقول لك لا، ده القرآن ده اللي جمعوا علي بن ابي طالب وحده. يا عم ازاي كده؟ القرآن مش متواتر، القرآن كده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يعرف علي بن ابي طالب به وحده؟ المهم اي عك في اي عك، واللي زي ده عمال يرص وخلاص، اي كلام يجي قدامه يرص، صحيح بقى مكذوب، هو عمال يرص وخلاص. المهم خلاصة الفيديو ده او اللي انا عاوز اقوله ان انا بوجه الخطاب ده لعقلاء الشيعة، او الى من في عقلهم مثقال ذرة من فهم او بحث عن الحق. رب العالمين لما ارسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل على ايده معجزة، المعجزة دي هي القرآن الكريم. فالمعجزة لابد من نزولها على الشخص اللي بيدعي النبوة علشان يثبت لنا فعلا ان هو مرسل من قبل الله. طيب اهل مكة اللي هم ارباب الفصاحة واساطين البيان، واللي محدش في الدنيا كلها عالم باللغة العربية مثلهم، لم يستطيعوا ان يثبتوا ان هذا القرآن ليس كلام الله. رب العالمين طلب منهم ان هم يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، فأتوا بقرآن مثله ان استطاع عجزوا، ب10 سور عجزوا، بسورة عجزوا، وكل هذا مسطر في القرآن الكريم. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي يكتبون ما ينزل من التنزيل، ثم بعد ذلك جمع الصحابة هذه الصحف ويضعوها في مصحف واحد. طيب والصحابة دولت يا شيخ مش كان من ضمنهم علي بن أبي طالب؟ هتقولي لا، ده علي بن ابي طالب ما كانش هو الخليفه، او ما كانش هو امير المؤمنين في الوقت ده. الصحابه التانيين استطاعوا ان هم يتلاعبوا بالقران الكريم. اقول لك انت خالفت نص القران، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. انت بتقول ان هم وضعوا الايات ديت. طيب تعالى لي كده. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما تولى امر المسلمين وصار امير للمؤمنين، ليه بقى ما يشقل لنا ان المصحف اللي جمعه ابو بكر وعمر وعثمان ده، ليه ما قالش ان هو محرف او ان هو ناقص؟ ليه ما عدلش على هذا الكتاب او على هذا المصحف او على هذا القرآن؟ ماذا ارتضى هذا الكتاب؟ ام انه راض عن هذا الجمع؟ ام انه مقر ان هذا هو القرآن الكريم؟ طبعا في الفترة دي كلها ما فيش حد طلع وقال ان القرآن الكريم محرف. يعني كل من وجد في ذلك العصر، حتى الكفار اللي كانوا موجودين في عصر امير المؤمنين علي رضي الله عنه، لم يقل احد منهم بتحريف القرآن. لم يأتي لنا بتحريف القرآن الا امثال هؤلاء. وطبعا عشان تيجي تقول له ان انت بتقول القرآن محرف، يقول لك لا، القرآن ده القرآن كلام ربنا. لكن تيجي تقرأ في اصول الكافي يقول لك ان الامام الصادق او الصدوق عليه السلام يقول ان القرآن الذي بين ايدينا هذا ناقص، لان هناك 16,000 آية ليسوا في هذا المصحف الذي بين أيدينا. أعزائي، في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525، علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. ايش قد عندنا احنا منها؟ 6,000. يعني ايش قد من القرآن بأيدينا؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه. يعني كانت القرآن 3 أجزاء، باقي منه ايش قد مولانا؟ باقي منه جزء مولانا. سؤال. طبعا العلامة البهبودي ضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر
وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، أصلا ما يكون مجال للمناقشة. والتواتر المعنى يفيد ماذا؟ أصلا من الأوليات بعد مولانا، من البديهيات. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار. خلي يسقط القرآن، ولكن لا يسقط ماذا؟ لا تسقط الأخبار. هذا الذي أنا كنت أقوله، أن المحورية القرآن والمحورية الأخبار. شوفوا الآن عندما يدور الأمر بين حفظ القرآن وحفظ الأخبار، من المقدم أعزائي؟ حفظ الأخبار مو حفظ القرآن. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل ظني، التفت إلى متعلق هذا الظن إيش قد خطير، إيش قد خطير أعزائي. بل ظني أن الأخبار في هذا الباب، يا باب نقص القرآن وتغيير القرآن وعدم تمامية هذا القرآن الذي بأيدينا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة. يعني الاعتقاد، التفت، الاعتقاد بتحريف القرآن على حد الإمامة التي هي من أصول وأركان الدين. هذا العلامة المجلسي، هذا العلام المجلسي، احفظوا لي هاي الجملة، هذا العلام المجلسي هو الذي كتب لنا البحار، وهذا البحار هو الذي الآن ينظم لنا العقل الشيعي مولانا. انتوا عاوزين ايه بالضبط؟ انتوا عايزين تقولوا ان القرآن محرف، فلما بتتزنقوا ونجيب لكم ادلة تقولوا لا ده هو مش محرف، ده فيه ايات اخرى وفيه قرآن اخر. لما نزنقكم برضو في القرآن الاخر تقولوا لا ده القرآن ده كامل، بس القرآن الاخر تفسير للقرآن ده او ملحق للقرآن ده. ملحق ايه يا ابو ملحق منك ليه؟ والله يا اخوة يا كرام، دينهم هش الى درجة رهيبة جدا، يعتمدون على الاكاذيب ويعتمدون على ان اتباعهم لا يقرؤون وانما يجرون كالجمال المغشوشة. مستحيل ابدا تجد واحد شيعي بيتصل على معمم او بيكلم معمم ويناقشه في ادق التفاصيل. الشيعي عندهم اللي بيبحث عن الحق بيتصل علينا احنا، بيتصل على البثوث بتاع اهل السنة. المهم يا جماعة، الكتاب ده كتاب ملوش اي 30 لازمة، يعني مكانه والله لو ما فيه ايات قرآن مكانه سلة المهملات، سلة القمام، لكن عشان كلام ربنا اللي فيه والقرآن اللي نقله اللي فيه فاحنا هنحترم هذا الكتاب وهنقرأه ان شاء الله. تمام كده. اما الكتاب ده كتاب اخونا الشيخ رامي عيسى حفظه الله تبارك وتعالى، المشرف العام لأكاديمية أحفاد الصحابة. الكتاب ده فصل الخطاب في درء الشبهات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الكتاب ده جمع كل الشبهات التي يثيرها الروافض في الطعن في عمر رضي الله عنه، وهي طبعا شبهات واهية، لكن أخونا رامي عيسى حفظه الله جمع هذه الشبهات. واللي عاوز يشتري الكتاب موجود إن شاء الله تبارك وتعالى، أو لو حد عاوز النسخة الإلكترونية ممكن إن شاء الله أسيب لكم الرابط في الوصف تحت تحملوا هذه النسخة الإلكترونية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي عوام الشيعة وأن يهدينا جميعا للحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.